في واحد الوقت اللي كان كلشي كيتسنى سقيف ديال ملعب طنجة او ملعب ابن بطوطة، الملعب كيف ديما كيصدمنا بوصول اول شحنة من الكراسي عالية الجودة. هذا الخبر جديد وحصري من قناة 360 سبورت. في هذا الفيديو غنشوفوا فين وصلت تقدم اشغال ملعب ابن بطوطة، وفين وصلت اشغال تهيئة المرافق الداخلية للملعب، وايضا تقدم اشغال جوانب الملعب. الا كنتي كتشوفني اول مرة، سميتي عبدو في قناة عبدو سكاي. نتمنى انت ولا انت الا كيعجبك المحتوى ديالنا دير لينا واحد اللايك وتشترك في القناة. درتي اشتراك ديالك؟ يلا نبداو. ملعب ابن بطوطة أو ملعب طنجة واحد من بين الملاعب المغربية اللي خدات واحد النصيب كبير من الأشغال، وهذا الملعب من بين الملاعب اللي عوله للمغرب في كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وهذا الشيء هو اللي كيفرض واحد التحدي سواء على شركات البناء أو العمال أو المهندس شخصيا. اليوم وصول شحنة من الكراسي ذات الجودة العالية. هذه اللقطات من تصوير قناة 360 سبورت اللي كتقربنا أكثر الملاعب المغربية، واللي وثقات وصول كراسي ذات الجودة العالية، واللي كتخلي ملعب طنجة يدخل مرحلة جديدة من الأشغال، وهي تكسية مرافق الجماهير عشاق كرة القدم، واللي غيوفر للجماهير تجربة كراسي أكثر راحة وفرجة ممتعة للمباريات في إطار الاستعداد لكل من كأس أفريقيا وكأس العالم 2030. وصلت أول شحنة من إيطاليا، واحد النوع اللي كيدخل ضمن الجيل الخامس، أي الجودة العالية، واللي خدم ميزة الجودة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. غيتم تركيب هذه الكراسي في الجهة الشرقية والشمالية ديال الملعب، وتم اختيار الكراسي البيضاء بعناية من أجل هندسة الملعب سواء في المباريات والفعاليات اللي يمكن يستقبلها هذا الملعب. حاليا كيتم صباغة المدرجات باش يتم تثبيت الكراسي البيضاء والزرقاء، وغيتم تثبيت الكراسي على المدرجات باش نتفاداو الإتلاف ديالها من قبل الجماهير. في هذا المقطع كيظهر لنا تقدم أشغال المرافق الداخلية للملعب، وكما كيبان لنا هاد الشركة خدامة والأشغال تطورات بزاف في المرافق الداخلية وديال الملعب، كل من مستودعات اللاعبين والحكام، وصالات جديدة للياقة البدنية، وقاعات متعددة الأغراض، وقاعات مخصصة في الطب الرياضي، وقاعات للبث الفضائي، ومراكز دولية للبث الإذاعي والتلفزي. وهذه القاعات كاملة من أهم القاعات اللي كيوفرها ملعب طنجة. سالينا من الكراسي اللي جات الملعب، دابا جا الدور اننا ندخلوا لداخل ديال الملعب ونشوفوا فين وصلت تقدم اشغال ديال المرافق الداخليه للملعب. وهذا الشيء غنشوفوه كيف ديما مع لقطات مصوره من قبل 360 سبورت، شركه سونارجيس والوكاله الوطنيه للتجهيزات العامه، هما اللي خداو على العاتق ديالهم بناء هذه المرافق باعلى جوده، سواء مرافق الحكام او اللاعبين او بنايات خاصه بالمنظمين او مسؤولي الفيفا.
وكاين قاعات أخرى ثانوية مثل المطاعم، مثل قاعات الاستراحة ومطاعم وقاعات الإعلام والصحفيين وقاعات خاصة. كنا قبل من مشينا لطنجة ركزنا لكم في واحد فيديو خاص على تقدم أشغال جوانب ملعب طنجة، واليوم غنحاولوا أننا نشوفوا تفاصيل ديال فين وصلت أشغال الجوانب، وغناخذوا واحد اللقطات من قناة رباط المعرفة، واحد القناة اللي صراحة أنا كنرفع عليها القبعة على التصوير الاحترافي اللي كيقدم هذا السيد. من هذا المنبر كنحييه. كما كتلاحظوا غنبداو التحليل من جانب خارجي مورا السياج ديال الملعب. كتكسى هاد البلاصة بالحصى أو كما كنقولوا ليها بالتوفنة، والتركبات هاد الأسوار الحديدية اللي كتكون بمثابة سور عازل بين الطريق ومحيط الملعب، وغادي كيديروا عملية التبليط بالإسمنت المسلح، وبعد ما كتنشف كتم التقطيع ديالها كما كيبان لينا هنا على أساس الشكل الخارجي للتصميم. وهذا القطع بالنسبة للناس اللي فاهمة في أمور التبليط كيدار على أساس ما يكونش شقوق بسبب التمدد أو الانكماش. هنا كيبان لنا أنهم خدامين بالمعايير القانونية وبالعزل بين التربة والإسمنت بهذا البلاستيك المعروفة عندنا بلاصير. هنا الخوت غنكون وصلنا للاخير ديال الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وما تنساوش تخليو لنا في الكومونتير الموضوع الجاي اللي بغيتوه.